حافظة الحروف كلها بس مش بتعرف تقرأ. الحقيقة ان ده سؤال شائع جدا، فاحنا محتاجين نعرف ان معرفة الحروف لوحدها مش كفاية عشان نبدأ ان احنا نقرأ. القراءة محتاجة مهارة اسمها الوعي الصوتي، يعني طفلة تعرف تربط ما بين اسم الحرف وشكله، في نفس الوقت تعرف تدمجهم مع بعض. لما يجوا حروف كتير جنب بعض اعرف ادمج اصواتهم عشان تبقى تكون معايا كلمة. فمش بس المهم ان انا اعرف اسم الحرف على قد ما ان انا اعرف هو صوت الحرف ده بيتنطق ازاي. كمان القراءة محتاجة سرعة في استدعاء صوت الحرف، محتاجة تركيز بصري كويس، محتاجين التدريب أو القدرة على دمج أصوات الحروف بشكل متكرر. فبنيجي نقول إن الطفلة دي مش عندها مشكلة، هي بس محتاجة تعرف أو تتعلم إزاي ببدأ أقرأ أو إزاي أحط الحروف جنب بعض وأبدأ أكون بيها كلمة لحد ما أقدر أكون بيها جملة. طيب أبدأ أساعد الطفلة دي إزاي؟ أنا كماما محتاجين الأول إن إحنا زي ما اتفقنا نتعرض لأصوات الحروف مش بس أساميها، محتاجين نلعب لعبة دمج الأصوات بشكل متكرر عشان نقدر نكون الكلمة، محتاجين نقرأ بصوت عالي ونبدأ بكلمات قصيرة جدا علشان يبقى فيه تشجيع ويبقى عندي قدرة على ان انا احاول مرة واتنين. فبالتالي كل دول هيوصلوني ان انا اقدر اقرأ بشكل كويس، وفي نفس الوقت كل محاولة نبدأ نشجعها حتى لو كانت صغيرة. طيب انا لو سني كبير شوية فاحنا محتاجين نرجع لحد متخصص علشان يقول لنا احنا واقفين فين. طيب هل هي حاجة مهارية او احنا عندنا صعوبات قراءة، ونبدأ نحط الخطة بشكل مناسب.